بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على العيد الكبير، وطبعا العيد الكبير معروف بصرف النظر عن اللحمة معروف بالرقاق الرقاق يعني فاهمين. فقلت اعمل معاكم الرقاق النهارده. انا عملته قبل كده على القناه، بس انا سويته في فرن البوتاجاز قبل كده. هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف من تحت، اللي هو اللي انا عاملاه في فرن البوتاجاز. تمام. وكنت عاملاه على البوتاجاز من فوق، على الجريلا على البوتاجاز من فوق. المره دي انا الفرن ده بتاع حماتي ربنا يرحمها، فانا كنت انا وهي بنعمل عليه قبل ما تتوفى. فانا شغلناه، وقلت ان انا اجرب اعمل عليه. طبعا ما طلعش زي ما هي كانت بتعمل معايا. يعني في رغيف لسع مني شويه زي ما انتم شايفين كده، بس هو بصراحه طلع حلو جدا. والمقادير بتاعته سهله جدا. ليه تروح تشتريه ب45 جنيه وب50 جنيه؟ هو حاليا دلوقتي وهو ما الا ميه ودقيق، هو مش اكتر من ميه ودقيق. يعني تجيبي كيلو دقيق ب17 18 20 جنيه، وتحتاجي ان انت بس تقفي تسويه. ولو سويتيه على الجريلا من فوق البوتاجاز تمام برضو زي الفل على فكره. ما يعني بيدينا نفس النتيجه. هو مش بيقب قوي للدرجه. هو لما بيقب قوي هو بيبقى فيه فقاقيع كده. هو ما بيبقاش مكبوس، بيبقى فيه فقاقيع كده بسيطه طالعه فيه لو احنا هنسويه من البوتاجاز من فوق. لكن الفرن هو اللي بيخليه يقب وشه يعلى. فطبعا ده مش انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي مش فارق ان هو يبقى قابب قوي. المهم ان هو مش مكتوم، يعني ان هو محبب كده. هو عامل زي البابلز كده. مش مكتوم. هو ده انا ده اللي هيفرق معايا يعني. بس انا شايفه الطريقتين واحد بصراحه، الاتنين عجبوني. بس الفرن ده متعب جدا جدا. انا تعبت جدا لما عملت 2 كيلو دقيق. بس بصراحه يعني القعده قصاد الفرن نفسها، عشان انا مش واخده على كده، فالقعده نفسها برغم ان هم 2 كيلو دقيق بس تعبوني قوي بصراحه. حماتي الله يرحمها هي اللي كانت بتسعفني في الموضوع ده، فربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. ويجعله بقى في ميزان حسناتها اللي انا عملته. بصراحه طول ما انا قاعده شغاله عماله ادعي لها يعني. الفرن كان بتاعها والكلام ده كله، فانا والله طول ما انا قاعده عماله ادعي لها. زي ما احنا شايفين كده، انا حطيت 2 كيلو دقيق وجايبه كيلو للفرد. 2 كيلو دقيق وكيلو هفرد بيه. طبعا هو ما خدش الفرد، ما خدش الكيلو كله يعني. بس برضو يعني انا حطيته احتياطي عشان ما احتاجش تاني ان انا افرد. احتاج دقيق في نص الموضوع، يعني في نص الموضوع احتاج دقيق. تمام. هو كده انا حطيت اهو ال2 كيلو دقيق، وحطيت عليهم بذره ملح، يعني مثلا معلقه ملح او نص معلقه ملح. نص معلقه اكل معلقه اكل. حطيت نص معلقه ملح بس كده. وبدات بقى ان انا اصب ميه عادي، ميه عاديه من الحنفيه، يعني لا سخنه كمان ولا اي حاجه. يعني انا بقول لكم الرقاق من اسهل ما يكون. ده الرقاق الناشف. الرقاق الطري بيبقى ليه طريقه تقريبا. انا ما عملتوش بصراحه قبل كده، بس انا بيتهيألي ان هو ليه طريقه غير كده. هي نفس العجن بس تقريبا بيتعجن باللبن. ما جربتش اعمله بصراحه، لان انا يعني انا بالنسبه لي الرقاق الناشف انا شايفاه زيه زي الجلاش. فمش عارفه. ففي ناس طبعا بيفرق معاهم الموضوع، يقولك لا الرقاق الناشف حاجه تانية. بس انا بالنسبه لي انا جبته يعني اشتريته جاهز من بره قبل كده. انا ما عجبنيش بصراحه. انا عجبني اكتر الرقاق الناشف دون والجلاش، لو انا عايزه اعمل صينيه رقاق بالجلاش. لكن الرقاق الطري انا يعني في ناس بتحبه، وبتحب ان هي تشتريه مخصوص او تعمله مخصوص. فعادي، لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. يعني كل واحد ليه راي في حاجه، والاكل ده مزاج في الاول والاخر طبعا. بصي بقى، تقعدوا بقى تدعكوا في الرقاق ده، في العجينه دي. طبعا احنا مش عايزين نزودها ميه كتير. هي العجينه دي بتبقى ناشفه شويه. ليه؟ لان احنا كده كده بنزود لها دقيق، فالعجينه دي ما بتبقاش طريه. عجينه الرقاق بتبقى ناشفه شويه، يعني كده كده احنا هنعمله ناشف محمص، احنا مش عايزينه طري. فالعجينه بتاعته كنت بقلع هنا الدبله والخاتم، الدبله والمحبس. ف متضايقه بقى من حد. والله طول ما انا عماله بعجن في البتاع دوت، في ناس كده مضايقاني، فضلت اعجن كده. هو انا طلعت طاقتي كلها فيه بصراحه. ورجعت بقى نزلت على الرخامه كمان. فزي ما بقولك كده، هو هيتعبك شويه في الدعك يعني. لو في ناس عندها عجان تمام تعمل في عجان، مفيش عجان طول عمر امهاتنا واجدادنا بيعملوا بايديهم يعني عادي. انا بالنسبه لي يعني ان شاء الله يعني نفسي اجيب عجان، بس انا بحب المس العجينه بايدي، بحب انا اللي اعجن بايدي يعني.
فربنا يوسع علينا وعليكم يا رب ونجيب العجان ان شاء الله. بس اهم حاجه ان هو يكون نوع نظيف، يعني اهم حاجه يكون نوع نظيف. يعني هو وصل الانواع النظيفه دلوقتي 13 و14 الف جنيه في ماركات، فمش هينفع اعلن عن ماركه، يعني ماركه اللي هي نظيفه وضمانها كويس والكلام ده كله. ما علينا، خلينا في موضوعنا. بصوا بقى، ادعكوا بقى على قد ما تقدروا، ادعكوا فيه. ليه؟ لان زي ما انتم شايفين العجينه ناشفه، يعني مش مكبوسه. فاهمين قصدي اقول ايه؟ هي مش مكبوسه، بس في نفس الوقت مش مديه لها ميه بزياده. انا مش مديه لها ميه بزياده، انا مديها ميه دوبك على قد اللي انا الم بيها العجينه. هنا ملك كانت قالت لي انا عايزه اعجن معاكي، فقلت لها اغسلي ايديكي الاول وتعالي. فهي عملت اللي هي الحركه كده، خلاص كده هي دعكت معايا عجنت معايا. بس فضلت بقى ادعكي بقى فيه على قد ما تقدري، بحيث ان الدقيق والميه تدخل في قلب الدقيق كله. هنا هون جبت بقى صينيه كبيره، صينيه عشا كده، ورحت رش عليها دقيق. صينيه عشا كبيره ورشيت عليها دقيق زي ما انتم شايفين كده اهو. وبدات ان انا اقطع الرقاق، يعني مثلا ايه، اكبر من ايه هقول لكم، البرتقان اقل من البرتقانيه كده، حاجه بسيطه يعني. فاهمين؟ يعني مش كبيره قوي عشان الرقايه ما تبقاش كبيره قوي ما تبقاش صغيره قوي. يعني هي قد ممكن البرتقانيه كده اهو، او اصغر منها حاجه بسيطه بصراحه، يعني اصغر شويه. وبدات بقى انا طبعا سبت العجينه الاول يعني بتاع 10 دقايق عقبال ما غسلت ايدي والكلام ده كله، ريحت شويه. بدات ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين كده، هبدا ارصها كلها على الصينيه. هنرصها على الصينيه اللي احنا ايه، هنبدا بقى ندخل عشان نسوي فيها. طبعا الرقاق ده، من في ناس عشاق الرقاق باللبن، انا بحبه جدا. ولادي حبوه جدا، يعني برضو دوقت لهم من السنه دي، حبوه قوي قوي. يعني ناس، لا مؤاخذه يا جماعه، في ناس كتير بتحب الرقاق باللبن، ده اساسي يعني. كده احنا خلصنا الكميه بتاعتنا، ما شاء الله عملت لي حبه حلوين قوي، اللي هم ال2 كيلو عملوا لي حبه حلوين جدا بصراحه يعني. هنا بقى دخلنا طبعا، عشان انا كنت قاعده انا بسوي وحد كان بيفرد عليا، وانا كنت ساعات بفرد برضو، بس انا اللي كنت قاعده قصاد الفرن. فزي ما انتم شايفين بقى، انا طبعا ما عرفتش اصور بقى قصاد الفرن كله والكلام ده كله، لان المكان ضيق وانا كنت اصلا الحر كان فرهدني فزي ما انتم شايفين طبعا. وكانت حماتي عندها اللي هي حديده اسمها مش عارفه اسمها ايه كده، خطاف حاجه زي كده، اللي هي كانت بتجيب بيه العجين ده. عايزه اقول انا قلبت عليه الدنيا اصلا، انا مش لاقيه. اللي هي كانت ايه، مثلا بتدخل بيه العجين او تخرج بيه العيش، لما كانت بتخبز عيش كانت بتخرج بيه العيشه وكده. انا ما لقيتهوش بصراحه، فاضطريت ان انا عملت بالعصايه دي. بس هي قضت معايا الغرض بصراحه، يعني هي يعني عملت معايا الصح. ف زي ما انتم شايفين كده، هو الفرن طبعا حلو جدا، بس انا تعبت جدا من القعده قصاد الفرن. ما عرفتش يعني، انا ما حبيتش الموضوع، انا عندي استسهلت موضوع البوتاجاز اكتر. وده كان الفيديو بتاعي، ويا ريت تجربوه، والله هيعجبكم جدا لو انتوا عملتوه في البيت، مش هتشتروه تاني من بره خالص. واتمنى بقى لو الفيديو بتاعي عجبكم تقولوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسونيش في اخر الفيديو اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.